بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، اللهم يسر وعين يا كريم. المحور الثالث من محاور الاستدلال أقسام الكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام. قطعا موضوع الكتاب والسنة هما مصدر التفكير الإسلامي، مصدر التفكير في العقائد، مصدر التفكير في الفقه، مصدر التفكير في التفسير، مصدر التفكير في كل الأفكار التي يعتنقها المسلم ويحاور بها ويدعو لها ويعمل بها. فالكتاب والسنة هما الوحي من الله عز وجل، والوحي أساس وهما المصدر. فحين ننظر إلى الكتاب والسنة نحن أخذنا أقسام الكلام من حيث الوضع والاستعمال، أخذنا الآن نأخذ أقسام الكلام في الكتاب والسنة، أو أقسام الكتاب والسنة، أو أقسام الاستدلال، ما يستدل به. فالآن المسلم هل فكره عائم أم فكره مؤسس على أصول؟ بالتأكيد الفكر الإسلامي مؤسس على أصول. هذه الأصول التي قلنا عنها الكتاب والسنة ليس كلاما عاما مجملا هكذا، وإنما هذا التقسيم للكتاب والسنة فيه دلالات لحركة العقل في الإنسان وحركة القلب بما يؤثر على أنماط السلوك والعمل. فحين ننظر في الكتاب والسنة وقلنا أنهما خطاب شرعي، ومعنى خطاب شرعي أنه خطاب الوحي غير الخطاب الفكري أو الفقهي الإسلامي. الخطاب الفكري ما تنتجه عقول العلماء والمفكرين، الخطاب الفقهي ما تنتجه عقول الفقهاء، لكن الخطاب الشرعي المراد به الكتاب والسنة. فأقسام الكلام في الكتاب والسنة أو أقسام الكتاب والسنة القول خمسة أقسام. القسم الأول الأوامر والنواهي، القسم الثاني العام والخاص، القسم الثالث المطلق والمقيد، القسم الرابع المجمل والبيان والمبين، والخامس الناسخ والمنسوخ. هذا الموضوع فيه تفصيل ويحتاج من المسلم أو من الإنسان المتعلم أو من الفقيه أو المفكر أو المثقف أن يتروى ويستحضر المعلومة عند التعامل مع النص الشرعي أو الخطاب الشرعي، لأن المسألة تحتاج إلى دربة، إلى ممارسة، وليس معلومة في الذهن يحفظها كما يحفظ أي معلومة، سواء معلومة النص بذاته من الكتاب والسنة أو النص الشعري أو النص النثري أو ما إلى ذلك. لا يكفي، وإنما كيف يتعامل مع هذا النص، مع هذا الخطاب، مع هذا النص، كيف يتعامل به ليتحول عنده إلى خطاب. لأننا قلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، وقلنا هو ليس كلام الشارع فقط وليس قول الشارع فقط، وإنما الخطاب أي ما يحدث هذا الكلام أو القول في أذهاننا من أثر بالبدء تصوري ثم فكري، فإن بقى في التصوري لا ينفع، لكن إذا تحول إلى جولان في الذهن بحيث أنه ننزله على واقعه، هنا حصل الخطاب، حصلت الفكرة ووجد المفهوم. فنأتي إلى هذا الموضوع أقسام الكتاب والسنة من حيث هذه البنية التكوينية للمعلومة، المعلومة التي تنشئ في الأذهان الأفكار وتكون المعاني، فلها هذا التقسيم. طبعا هناك بحث في الدليل والدلالة من وجه آخر،
مثلا دلالة المفهوم، دلالة المخالفة، دلالة المطابقة، دلالة الاقتضاء بالمعاني الموجودة. هناك ذاك البحث يتناول وجه آخر من جهة البحث الأصولي للأفكار والمعاني وللأحكام. فإذا جئنا على موضوع الأمر والنهي، نجد أن موضوع الأمر له دلالة معينة. هذه الدلالة تأخذ أبعادها من معناه. أولا، ما مفهوم الأمر؟ الأمر هو الشأن، وهو جمعه أمور. فإذن الأمر الشأن المطلوب، هذا الشأن المطلوب مني ومنك ومن الآخرين ومن جميع الناس، بغض النظر عن معتقدهم أو تصنيفهم الطائفي أو الديني. هناك شأن مطلوب منا. هذا الشأن هو ما يأتي في الخطاب وإليه يرجع. ولذلك قال أنه وإليه يرجع الأمر كله، إلى الله عز وجل يرجع الأمر كله. أي أمر هو عام للأقوال والأفعال وما في حكمهما من التقريرات والتحريرات الشرعية التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغنا بها، سواء بالقول. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: قول يرجع إلى الكتاب فهو يبلغنا الكتاب بلسان عربي، وقول يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك الفعل. فكل هذه الأقوال والأفعال وما في حكمها من التقريرات ترجع إلى الشارع، وهي من الأمر والشأن المطلوب. ولذلك قال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله. يرجع الأمر كله، يرجع الأمر كله، نعم، وإليه يرجع الأمر كله. والمراد بالوضع اللغوي استعمال صيغة دالة على طلب من المخاطب على طريق الاستعلاء. يعني هناك آمر وهناك مأمور، فالآمر يطلب من المأمور، فالصيغة لابد أن تكون صيغة طلب منه من جهة الأعلى إلى جهة الأدنى. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. ولكن الأمر في الاصطلاح هو استدعاء الطلب، استدعاء الفعل من المكلف أن يفعله، سواء كان بالشكل العام يكون الأمر على الوجوب اتباعا، ولكن الأمر على التفصيل فيه قد يكون الوجوب وقد يكون الندب وقد يكون التخيير. لكن المهم أنه هو الأمر استدعاء، وهذا فيه تفصيل سنأتي إليه إن شاء الله. وفي الشريعة استدعاء الله تعالى بطلب الفعل من المكلف بصيغة دالة على طلبه في الكتاب والسنة ليكيف سلوكه بالاعتقاد والنية والقول والعمل. إذن عندنا 4 أشياء: اعتقاد، نية، قول، وعمل، على حسب مراد الله تعالى وقصده على سبيل الوجوب اتباعا لصاحب الشريعة، ائتمارا بأمره وتأسيا بفعله وامتثالا لتركه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هناك ابتداء الأمر سيكون ضمن دائرة الاتباع، دائرة الكبرى الاتباع. فالأمر في دائرة الاتباع كله على الوجوب وليس ذات الأمر، وإنما أنت مأمور وعليك الطاعة وجوبا حتى في المباح، الندب، الواجب. فهناك فرق بين ذات الحكم ومتعلق الحكم، من حيث أنه الله أمر به فأنت واجب الاتباع، لكن هذا الوجوب الاتباع على أي وجه؟ على وجه التخيير مثلا، على وجه الندب، على وجه الوجوب. هنا يتعلق الأمر بالذات ليس بالإطار العام للاتباع. والاتباع فيه جانبان أو 3 جوانب: جانب التأسي، وجانب الامتثال، وجانب التخيير.
جانب التأسي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في التعريف التأسي أنه أن تأتي بالفعل بمثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه من أحكام التكليف الواجب والمندوب والمباح لأجل فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. الامتثال أن تترك الفعل بمثل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه من الحرمة أو الكراهة أو الوجه الآخر من التخيير، لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه. إذن عندنا تأسي وعندنا امتثال، وما بينهما ويدخل بينهما التخيير. إذن هذا مفهوم الاتباع. الأمر هنا يدخل في هذا الجانب، ولكن كذلك النهي يدخل في هذا الجانب، والأمر على جهة التأسي والنهي على جهة الامتثال. حين ننظر للأمر هناك صيغتان للأمر: الأمر المطلق ومطلق الأمر. كثير من الناس يقع في مشكل حين يتعامل ويسمع ما يدل على الأمر، يتبادر إلى ذهنه أن كل أمر للوجوب. لا، الحقيقة أن كل أمر للطلب، ولكن هناك صيغ للأمر إما تدل على الوجوب قطعا أو تدل على الطلب وتستدعي القرائن لصرفه إلى أحد الوجوه من الفعل من الحكم التكليفي. فالصنف الأول أمر المطلق هو طلب الفعل على صيغة لا تقبل تعدد المعنى. حين يأتي صيغة الأمر الشأن المطلوب مني ومنك في دلالة النص الشرعي على وجه لا يقبل التعدد، لا يقبل احتمال رأي آخر، معنى آخر، هذا يدل على الأمر المطلق، سواء بما يفيد الندب أو الإباحة أو الوجوب، ولا يعني تكون موردا للتقسيم إلى أفراد. يعني هنا التصريح في هذا الأمر هو الأمر المطلق يفيد الوجوب قطعا هكذا، إلا إذا صرفه صارف إلى الندبية أو الإباحة. لماذا؟ لأنه لا يقبل التعدد. ولكن متى يقبل الوجه الآخر؟ إذا جاءت قرينة من كلام الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف الطلب الذي لا يقبل التعدد على وجه الندبية أو الإباحة. لأنه لا يقبل التقسيم فهو أمر يفيد الشمول والعموم بلفظه، مطلق بمعناه عما يقيده بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غير ذلك. طبعا هذه تجيب مباحث التخصيص العام والخاص، سيرد التخصيص بالشرط، التخصيص بالغاية، التخصيص بالعدد، بأنواع التخصيص التي هي نوع من القيود التي تجعل الشأن يتوجه وجهة معينة، نأتي عليها تفصيلا إن شاء الله. فأفاد الأمر المطلق الوجوب لا محالة، لأنه يستغرق جنسه في الموضوع. هذا فيه تفصيل، يعني موضوع الجنس والنوع والصنف وما إلى ذلك، لكن هو يستغرق جنسه في الموضوع وليس خارج الموضوع. وكما هو في سائر الآيات والسنن المحكمات من حيث المعنى. سنأتي إلى مثال. الصنف الثاني، الآن نحن في التعريف، سنأتي إلى الأمثلة. الصنف الثاني مطلق الأمر، وهو طلب الفعل على صيغة تقبل تعدد المعنى بما يفيد احتمال الوجوب، لا يفيد القطع في الوجوب أو الندب أو الإباحة، وتصلح أن تكون موردا للانقسام إلى أفراد بحسب القرائن الدالة على التخصيص أو التقييد وغيرهما. فمطلق الأمر جنس، والأمر المطلق نوع، ولا عكس، لأنه مطلق الأمر يدخل فيه الأمر المطلق، ولكن الأمر المطلق لا يدخل فيه مطلق الأمر لأنه نوع. الأمر المطلق نوع، مطلق الأمر جنس يفيد العموم والاستغراق، ونفيه ينفي الأمر المطلق ولا عكس أيضا. ثم إن مطلق الأمر
لا يستلزم الإرادة القاطعة. مطلق الأمر ما يستلزم الجزم والقطع في الموضوع، وإنما بطبيعته يقبل الاحتمال، ولكن القرائن ربما تصرفه إلى القطع. اختلفت الصورة. نعم. وإلا نفي الأمر المطلق وصار النوع كالجنس، وهذا غير معهود في لغة العرب ومصطلحهم، والمعهود في لسانهم الفرق بين الأمرين. بل لمطلق الأمر صيغ عديدة، منها الإيجاب أو الندب أو التسخير أو التهديد أو الإرشاد وغيرها. هناك من عددها 17 صيغة، وهناك من عدها أكثر من 30 أو 36 صيغة. نعم. الآن نأتي إلى الأمثلة. مثال الأمر المطلق قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في دلالة سياق النص تفيد الإخبار عن أمر مطلق استغرق جميع أفراده في النوع. كيف عرفنا أمر مطلق؟ لأن هنا القضاء عام شامل ليس محدد ويستغرق كل الجنس، ولم يسلط على نوع معين أو صنف. ففي موضوعه، في موضوع القضاء الحكم، فهو مقيد بإطلاق لفظا ومجرد عن التقييد معنى. اللفظ بطلق على جميع أفراده في الجنس في الموضوع، ولكنه مجرد عن التقييد معنى، يعني ليس هناك خصوصية لمعنى دون معنى، وإنما استغرق كل المعاني بما يفيد العموم والشمول. وهو معنى من هذا معنى قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. هذا أيضا هنا الأمر شامل، وهو من جنس هذا المعنى، فهو عام في كل فرد من أفراد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، التي شأنها الاتباع والتأسي والامتثال للشريعة عقيدة ومنهاج. فمثل هذا يقتضي الوجوب قطعا أو حتما أو قطعا بالمعنى الدقيق، فاقتضى الوجوب. أما مثال مطلق الأمر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على محمد، اللهم صل على سيدنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن دلالة فعل الأمر في النصين لا يفهم منها استغراق جنس الأمر، ويفهم منها تعدد القصد والقرينة، والقرينة تعين القصد المطلوب، وهي فيها اقتضاء القربى بوصفهما عبادة، فوجهت الأمر المطلق إلى إفادة الندب لا الوجوب، لحيلولة الخطاب عن الجزم وانتفاء الزجر. فهنا إخبار يفيد الإنشاء، ولكن لم يرتبط به ديمومة حال أو إصرار على موقف أو جزم فيه أو تسلط عقوبة أو حرمان من أجر وثواب، فما اقترن به هذا. فكله ماذا يدل على أن الطلب غير جازم، يقبل الوجهين، يقبل معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقبل معنى السكوت عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من سكت عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فاته الأجر، ولكن ليس عليه إثم أو عقوبة أو زجر. فهذه الصيغة ماذا تدل على مطلق الأمر، ولذلك جاءت أحاديث أخرى تعضد هذا المعنى. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى فصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. فإذا هناك طلب يفيد الندب بمعنى الحث والقربة، وليس إذا واحد مثلا انشغل عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه الإثم أو العقوبة. فمثل هذا الأمر ماذا يدل على مطلق الأمر؟ ليس مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا أمر، صيغة أمر، فاعلم.
ولكن هنا لا إله إلا الله هذا السياق لا يفيد تعدد النوع أو تعدد المعنى، لا يقبل إلا معنى واحد وهو توحيد الألوهية، توحيد الإله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإخبار مثلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، هاي ذكرناها. فاستقم كما أمرت وما إلى ذلك. ومثال مطلق الأمر المطلق في الفروع الممتدة من الأصول قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقوله عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. هذا المعنى هنا لا يفيد تعدد المعنى. النص طلب فيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إخبار يفيد الإنشاء أي يفيد الطلب، لا يقبل إلا أن يجري الفعل على ما قال. ربنا الله توحيد، ثم استقاموا توحيد المعرفة وتوحيد الاتباع. معرفة الله على نوعين، على ضربين: معرفة وجود ومعرفة توحيد. معرفة التوحيد هي الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من الوحي قرآنا وسنة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: أعذني يا رسول الله، قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم، فإن دلالتهما في الأمر تستغرق جنس فعل الإيمان بالله تعالى والاستقامة على أمره، فأدت إلى الأحادية بالحكم ولم تقبل تعدد القصد، فهي على الوجوب قطعا، إذن تفيد الأمر المطلق. وبهذا يتضح الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. وهناك صيغ في الأمر، هي 4 صيغ: الصيغة الدالة عليه بحسب الوضع اللغوي، الصيغة الدالة عليه بلفظ الأمر، الصيغة الصريحة الموضوعة في النص لغة من غير لفظ، والرابعة الصيغة غير الصريحة الآتية بمضمون الجملة. مثال الأول: الصيغة الدالة على الأمر بحسب الوضع اللغوي، كلنا نفعل، افعل، نعلم، افعل، هذه بالوضع اللغوي تدل على الأمر: اضرب، أكرم، اركض، استغفر، اقطع، وما إلى ذلك. الصيغة الصريحة الدالة على مباشرة فعل أمرا به بلفظ الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا، فيأمركم صيغة أمر، لفظ أمر والدل على الأمر وهكذا. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وينهى إذا صيغة النهي سنأتي عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر. فلذلك الآن إذا نراجع مثلا الفهرس المعجم المفهرس لألفاظ الحديث نجد لفظ أمر كثير. فإذا هذه الصيغة صريحة دالة على مباشرة الفعل أمرا به بلفظ الأمر. أمر أن يجعل آخر الصلاة الليل الوتر. والصنف الثالث الصيغة الصريحة الموضوعة في النص لغة من غير لفظ الأمر، وهي 4 أحوال. الأول صيغة فعل الأمر كما في الصنف الأول، مثل أغلظ: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. الثاني صيغة المضارع المقرون بلام الأمر المجزوم به كقوله تعالى: وليشهد عذابهما، وليشهد اللام هنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صيغة اسم فعل الأمر كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فهنا صيغة اسم فعل الأمر عليكم. صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فهنا
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثق. الصنف الرابع الصيغة غير الصريحة الدالة على الأمر الآتية بمضمون جملة النص وهي على ضربين: دلالة المضمون على معنى الأمر من غير تصريح بالحكم الشرعي، كقوله تعالى: كتب عليكم، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصوم الصيام، فهو إخبار يفيد الإنشاء عن شيء مكتوب من غير تصريح بأمره ولكن متضمن له. والثاني دلالة المضمون صريحة بالحكم الشرعي غير صريحة بالأمر، كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله. حكم مباشرة الأمر وأدائه، طبعا هنا يأتي تفصيل في ذلك، والأصل في المكلف الاستجابة لدلالة الأمر الاتباع، واتباع حكمها بأدائه على وجه من الوجوب أو الندب أو الإباحة وجوبا، هذا بالشكل العام كما قدمنا، وبحسب بحسب مقتضاه الموضح له من أحكام الوضع. فهناك أحكام الوضع هنا تدخل في الباب، أن أنت لابد أن تقوم بالواجب أو المندوب أو المباح وتؤدي صيغة الأمر. فكيف تؤديها؟ يقول لك هناك متعلقات أوضاعك في الحياة، السبب، الشرط، المانع، هذه أوضاع معينة، هذه أحكام الوضع، وقد تقدمت شرحناها سابقا. المفيد لأدائه مرة واحدة وجوبا، أو تكرار أدائه وجوبا كلما وجد سببه، أو تكراره بالعادة إذا اختل شرط فيه، أو قضاء ما فاته لمانع أو العفو عنه بما يحقق براءة الذمة عند الله عز وجل. يعني أنه المراد أنه الأمر إذا تعلق بسبب فكلما ورد السبب جاء المسبب. الحكم التكليف هنا مسبب، الحكم الوضعي هو السبب الذي يستدعي الحكم الشرعي. مثل الزوال وقت صلاة الظهر، زوال الشمس عن عمودها هو وقت. فإذا كلما ورد هذا السبب عرفنا بوجوب وجود صلاة الظهر. صار الظل بمثل مرتين، كذلك العصر. رأينا الهلال رمضان ورد الصوم، فيتكرر هذا باليوم وهذا بالسنة. الحج في العمر الواجب. إذن هناك أسباب تستدعي المسببات. المسببات هي أحكام التكليف، الأسباب هي أحكام الوضع. طرأ خلل في الأداء، مثلا الإنسان رعف في الصلاة، يعني خرج منه دم، فهنا طرأ خلل. فإما هو على الخلاف الفقهي، أنه من قال أنه يعيد الصلاة، ومن قال أنه يذهب ويتوضأ غسل بمعنى الغسل الدم وليس بمعنى الوضوء العبادة، ويأتي ويكمل الصلاة. فإن كان في جماعة يكمل من حيث انتهى هو، وإن انتهت الجماعة وله أجرها، وإن كان فردا يكمل من حيث انتهى أو حدث عنده الرعاف. فالمسألة إذن طبعا الوضوء عند الشافعية يعني وضوء الطهارة والعبادة ووضوء النظافة، يعني هذا كما في الأم للإمام الشافعي أنه الوضوء بمعنى النظافة أيضا يعني. فهنا الشرط حصل يعني وقفة في إكمال أركان الصلاة، فإن تركها صار خللا، لابد أن يعيد الصلاة كلها. وإن وقف عند هذا وهو متفقه في الدين وراجع المسألة، طبعا على الخلاف بين الفقهاء في هذا الأمر، ربما فيه شيء من خلاف ولكن ذكرناه للمثال. أو قضاء ما فاته لمانع العفو عنه بما يحقق براءة الذمة عند الله. ومثال اتباع الحكم الشرعي بأدائه مرة
على حسب مقتضى التكليف استجابة لداعي الشرع إذا كان الواجب مطلوبا مرة في العمر كالحج، كما في حديث سراقة بن مالك قال حجتنا هذه كل عام أم للأبد؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حجتنا كل عام أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن هي مرة يعني، وهذا السؤال تكلف. أو كان الواجب أداؤها مرة في السنة كصيام شهر رمضان، أو مرة في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، وما زاد عن الواجب فهو تطوع. قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وللمتصدق بزيادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك. كان المتصدق عامل الزكاة فجاء إلى أحد الناس فكان عليه بنت لبون أو شيء من هذا، فقال ما عندي شيء أكثر. قال أنا ليس لي إلا أن أخذ ما موجود يعني في ما يقع عليك. قال ما عندي أعطيك أفضل. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الحديث. إذن فمن تطوع فهو خير له ونقبله. نعم. ومثال اتباع الحكم الشرعي بأدائه كلما توفر سببه بحسب مقتضى التكليف لداعي الشرع كالأمر بالصلاة الخمسة على حسب أوقاتها الخمس اليوم والليلة، وكصيام شهر رمضان في السنة عند رؤية الهلال، ثم الإعادة إذا اختل شرط فيه ووقته يسع الإعادة والقضاء إلى آخره. تأثر مباشرة فعل الأمر بالزمن. الأمر قد يرتبط بالزمن، هناك ارتبط بأحكام الوضع. يعني ما معنى بالزمن؟ هل نفعله على الفور أم على التراخي أم ممكن أن نتركه؟ كيف نتصرف بالأمر؟ فهنا الأمر بالفعل طبعا هذا يخص الفتوى أيضا، لأن هذه كلها تخص المفتي، ليس الفقيه فقط الذي يستنبط أو المكلف الذي يعمل، وإنما المفتي الذي يوجه الناس أيضا. فقال الأمر بالفعل لا يقتضى الفور في أدائه إذا كان في الوقت سعة. يعني في الوقت سعة لا يقتضي الفور، ولكن حضور النية لا بد منها، لأن الغرض منه إيجاد المكلف الفعل المأمور به من غير اختصاص الفعل بالزمان الأول من الوقت الذي يسع الفرض وغيره. يعني مثل الفرق الزمن بين في صلاة الظهر بين وقت الأذان إلى ما قبل دخول وقت التحريم من صلاة العصر، فهناك فاصل زمني. طبعا الأوقات هناك من قسمها الفقهاء أوقات فضيلة، أوقات فضيلة، وأوقات يعني كراهة، وأوقات تحريم. الوقت يقسم هكذا، فأنه لا يدخل في الكراهة والتحريم قدر الإمكان، فيعزم على أداء الأمر قبل دخوله في هذه الأوقات. فينظر إلى الفورية والتراخي على حسب مقتضى مفهوم السعة والضيق للحكم المستفاد من الأمر. مثال ذلك حكم الصلاة بين الوقتين فإن فيه سعة، وكحكم صوم رمضان فإن فيه ضيق الوقت لا يسع غيره. فننتبه، فالأول يمكن فيه التراخي مع تبييت النية من أول الوقت، والثاني يقتضي الفور ما به تراخي. وهكذا الأحكام الشرعية، يعني مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، هذا يقتضي الفورية ما يقتضي التراخي، ولكن يقتضي الفورية بإيش؟ بذكاء ونظام واعتبارات معينة، ولكن لا يقعد عنه، لأن هذا ليس فيه سعة. نعم. والأصل في أداء الأمر على الصحيح أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي عند الإطلاق، وأن عند الإطلاق لا يقتضي، وأن النابه مهما فعل مقدما أو مؤخرا فهو مؤتمر متبع للأمر لا يأثم عليه بالتأخير زمن التأخير. فإن قيدت الصيغة بما يدل على الفور وجبت المبادرة على المكلف بفعل المأمور به في الوقت المضيق له وجوبا لازم.
والتراخي عن الفعل يخرج المكلف عن الأداء في الوقت فيضيع العمل ويأثم. هنا صار فيها إثم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومحاضرتنا إلى هنا نقف إن شاء الله، وإذا كان هناك سؤال تفضل حتى نباشر المحاضرة الثانية إن شاء الله. تفضل. بالنسبة لهذه الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. هذا صيغة الأمر. نعم. إذا كان مثلا بصيغة الأمر وليس يوجد قرائن نعم يصرفه عن الأمر. نعم. يدل على الأمر تمام، يدل على الطلب. طلب. نعم. طلب أو أمر. هو الأمر الطلب. إحنا قلنا الأمر هو الشأن، الأمر هو الشأن ويفيد الطلب، فإما يفيد الطلب بذاته وجوبا لأنه لا يقبل تعدد المعنى، أو أنه لا يقبل تعدد المعنى والقرائن تصرفه على الوجه المعين. بس هذه الآية يعني يدل على تعدد المعنى بصيغته من غير قرائن، لأنه تدل على تعدد المعنى، لأنه يعني لم يرد فيها زجر ولا جبر، وإنما ورد فيها بدلالات أخرى طلب الندبية. مثلا أذكر قرأت في الشفاء لقاضي عياض يقول أن هذه الآية هذه الأمر مثلا يقول بعض العلماء يقولون هذا الأمر في الصلوات التي في الصلاة هذا موجه له، أو يقول في عمره كله الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واجب. بعض العلماء هكذا. لا شك أنه السنة كلها، كل ما يرد من السنة أنه لا بد من الاتباع، وفي أقل تقدير يفعلها في العمر مرة واحدة. هذه السنة. أنا ما أبحث المسألة الفقهية. شوف المسألة الفقهية هاي بها تفاصيل، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بها تفاصيل، لكن أنا ضربتها مثال تقريبي. يعني أنا لا أبحث المسألة الفقهية. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هذه الصيغة لا تدل على الوجوب، تدل على صفة أخلاقية. قصدي حتى هذه الآية إذا ما في مثلا زجر إذا أنا فهمت يعني من قبل، حتى إذا ما في زجر، إذا ماكو قرينة يدل على وجوب الأمر. لا ليس كذلك. هنا تدخل في صيغة الطلب، يعني المعنى الذي يأتي بالسياق إذا يقبل تعدد المعنى فيفيد الطلب بمطلق الأمر. إذا ما يقبل المعنى التعدد فهنا يفيد الوجوب. وضربنا لذلك مثل فاستقم كما أمرت. هذا المعنى لا يقبل التعدد. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله، ما يقبل التعدد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني هنا نفى الإيمان بشكل مجمل، لا الإيمان التفصيلي. الإيمان التفصيلي يدخل في أحكام التكليف الخمسة. يعني نفى أصل الإيمان إذا ما يحكموك، يعني الذي لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم انتفع عنه أصل الإيمان. إذن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يفيد؟ الوجوب، لأن الأمر لا يقبل التعدد. هذه الصيغة هي المطلوبة في الأمر الذي هو الشأن الذي يفيد الوجوب. أما مثلا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، إخبار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا الإخبار هذا يفيد الإنشاء، يفيد الطلب. فأي نوع من الطلب؟ هنا يقبل تعدد المعنى، لأنه طلب يعني كأنه على سبيل الحث في سياق النص، وليس على سياق أنه يجزم بالموضوع ويحكم في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الإنسان على اعتبارات معينة في مثل هذا الفعل، ولذلك وردت القرائن من السنة في استحباب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي يذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم لا يصلي عليه ففيه يعني شيء خلل.
ولكن لا يلحقه إثم. نعم.